الأزرق الكبير عاشت سمكة صغيرة شجاعة تدعى موج. كانت موج تحب الاستكشاف، وفي صباح يوم مشمس التقت بصديقها فرس البحر الهادئ مرجان. قالت موج بحماس: يا مرجان، هل سمعت عن وادي الأنوار العجيب؟ يقال إنه يضيء حتى في أظلم الأماكن. وافق مرجان بابتسامة، وانطلقا معا في رحلة مشوقة بين الشعاب المرجانية الملونة، حيث كانت الأسماك الصغيرة ترحب بهما في كل مكان. وصلا أخيرا إلى وادي الأنوار، وكان المكان ساحرا يفوق الخيال. كانت قناديل البحر تلمع مثل النجوم الصغيرة في سماء الليل، والأعشاب البحرية تتمايل كأنها ترقص تحت الماء. وجد موج فقاعة كبيرة شفافة تعكس ألوانا زاهية، فبدأ يطاردها بمرح، بينما كان أحد قناديل البحر الكبيرة واللطيفة يضيء له الطريق بوهجه الذهبي الدافئ. شعرت موج بسعادة غامرة وهي تكتشف أسرار هذا العالم المدهش. مع اقتراب الليل بدأ الهدوء يحل على أعماق المحيط. شعر الصديقان بالتعب اللذيذ بعد مغامرتهما الطويلة، فقرر العودة. استقر موج في سريره الناعم داخل شقائق النعمان الدافئة، بينما استند مرجان إلى غصن مرجاني قوي بجانبه. بدأت الأسماك تغلق عيونها ببطء، وهدأ رقص الأعشاب البحرية، وهمس مرجان لصديقته قبل أن يغلبه النوم: تصبح على خير.